والقصه دي هي حصل فيها مني غلطه بسيطه جدا كانت ممكن تؤدي الى ان انت ممكن ما كنتش تشوفني هنا اصلا. السلام عليكم، ازيك يا غالي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. في اولى الحلقات او المواقف بتاعه سلسله قصص عاديه، يعني اللي ان شاء الله هتجيلك في اخر كل اسبوع زي ما اتفقنا الحمد لله في الفيديو اللي كنا منزلينه على اول الاسبوع ده في اول يوم رمضان. والقصص هتكون عباره عن مواقف هي فعلا حصلت لي في اعمار سنيه مختلفه في اوقات مختلفه جدا، وهتسمع منها يعني المواقف اللي ممكن تتخيل ان هي كانت مستحيل ان هي تكون حصلت، او هتقعد تقول يا نهار ابيض هو ده بجد حصل فعلا ولا كده. ومن المواقف اللي ممكن تكون عاديه لحد ما، ولكن هي في الوقت ده ما كانتش عاديه تماما. طبعا كل المواقف اللي انت هتسمعها سواء النهارده او الاسابيع اللي جايه خدها بطريقه كوميديه. هي اي نعم كان في الوقت بتاعها كان مواقف اليمه جدا، البعض منها كان ممكن يكون كوميدي لحد ما، ولكن انت خدها بشكل عام بطريقه كوميديه، لان اصلا الطريقه بتاعه الحكايه هتبقى بهذا الشكل وهذه الكيفيه. طبعا هذه الحلقات برعايه تمر الطحان الاباظه. طبعا عايزين ان شاء الله نوصل هذه الحلقات. طبعا ما اعرفش الدعم بتاعها هيكون عامل ازاي، ولكن يعني انت بتسمع الحلقه دي في وقت مثلا السحور قبل الفطار، شوف الوقت اللي انت عايزه يا باشا، واعتبرها بودكاست يعني بتسمع منه موقف من احد المواقف اللي حصلت لي في حياتي، وهي حقيقيه 100%. هي مش قصه مش مهم تسمعها، او مش قصه مثلا فيها نسبه من الحقيقه ونسبه من الخيال، هي قصه حقيقيه 100%. وطبعا القصه عشان تكون فاهم انا بفتكر القصه بطبع ان انا عشت الحاله او الموقف ده، لان القصه اللي انا هحكي لك دي قصه حصلت من 10 سنين. طبعا بسؤال بعض الاقارب والاب والام عرفنا ان احنا نوصل ان شاء الله الى القصه الكامله اللي حدثت. عايزين نوصل ان شاء الله الفيديو ده ب 400 لايك 500 لايك انت وذوقك يعني، ونشترك في القناه ان شاء الله على اخر رمضان. عايزين ان احنا نوصل القناه الى 50,000 مشترك وبس كده. يلا بينا نبتدي قصتنا. طبعا عشان تكون فاهم القصه او الموقف ده حصل لي من 10 سنين، والقصه دي هي حصل فيها مني غلطه بسيطه جدا كانت ممكن تؤدي الى ان انت ممكن ما كنتش تشوفني هنا اصلا. كانت ممكن تؤدي ان انا ممكن ما اشوفش ابويا وامي ولا عيلتي ولا اي حد من اللي انا اعرفهم قدام. كنت ممكن تلاقيني الشحات رخم ماسك علبه مناديل وعمال اشد في البنطلون بتاعك واقول لك النبي لا تجيب جنيه. وممكن كنت اكون بوزع تمور في رمضان، ممكن اكون عادي في بيتي مفيش مشكله، بس بعد عمر طويل يعني هو الموضوع باختصار ان انا تهت وانا عندي 10 سنين، ومش لوحدي، انا توهت معايا اخويا كمان. فاولا نبتدي من بدايه القصه خالص، وركز معايا في التفاصيل قوي، لان التفاصيل بتاعه القصه هي اللي هترسم لدماغك المخيله، اللي هتخليك تفهم قد ايه ان الموضوع كان كوميدي وانت بتسمعه دلوقتي، وانه ما كانش منطقي باي شكل من الاشكال، ولكن في نفس الوقت كمان هو حصل فعلا وكان أليم جدا في الوقت اللي حصل فيه. مبدئيا كده في صيف 2015 احنا كنا المفروض ان احنا في اجازه نص السنه بتاعت، انا تقريبا مش فاكر، من 10 سنين تقريبا كنت تقريبا خلاص دخلت في 6 ابتدائي وحاجه زي كده، ممكن اكون كنت خلصتها يعني كنت تقريبا داخل على 6 ابتدائي حاجه زي كده. وكان احد قرايبي عنده شاليه في احد المصايف المشهوره اللي حاليا هو لا يتم ذكر اسمها ولا في اي ممثل من الممثلين المشهورين بيعلن عنها في رمضان دلوقتي، ولكن هو كان مشهور قوي في الوقت بتاعه في البدايه. هو كان شاليه في اي في حته وخلاص، وكانت يعني في قيد البناء، في قيد المرحله الاولى، وقريبي ده كان حجز من فتره كبيره واستلمها. فاحنا كنا عايزين نصيف في هذا الشاليه، نستاذنه منه كده ناخده كده بتاع كام يوم ولا حاجه، وبعد كده ايه نكمل، لان احنا كنا على اخر اجازه نص السنه، وانا كنت خلاص تقريبا داخل في 6 ابتدائي على ما اتذكر، واخويا داخل 3 ابتدائي. واتفقنا ان احنا ان شاء الله هنقعد بتاع 4 ايام هناك. احنا كنا وركز في الحته دي لان دي بدايات الرسم بتاع القصه، واحنا رايحين بالقصه على فين. احنا كنا بالظبط 7 افراد. ال7 افراد دول كانوا مين؟ كانوا انا، كان اخويا، ابويا، امي، خالتي وولادها، وولاد خالتي كانوا لسه صغيرين، كانت واحده عندها 2 سنين وواحد عنده 6 اشهر. كنا متفقين ان شاء الله ان هم تقريبا هيروحوا بعربيه واحنا نروح بعربيه، ونتقابل هناك عند بوابه المصيف على الشاليه. دخلنا الشاليه قعدنا هناك، وكنا متفقين ان شاء الله ال4 ايام كانوا هيتقسموا ان احنا هنلف حوالين الشاليه، لان زي ما قلت لك المصيف وقتها كان لسه قيد التطوير، ما كانش فيه انشطه كتير قوي تعملها هناك، كان في اماكن ممكن ان انت تلعب فيها بتاع اطفال. اوكي، واتفقنا مع بعض ان شاء الله ان هم 3 ايام يا دوبك هنلف كده حوالين المصيف نشوف الدنيا بتقول ايه، واليوم الرابع هنكون يا دوبك بنجهز نفسنا عشان نرجع تاني. وبرده ننتقل من هنا الى نقطه مفصليه اخرى، الا وهي هو المكان كان عامل ازاي، لان دي برده احد النقاط المهمه اللي هتقودنا للمصيبه اللي حدثت بعد كده. المكان عباره عن شاليه وسط شاليهات كتير جدا. نعتبر ان الشاليه مثلا موجود في عماره مكونه من دورين، الدور الارضي والدور الثاني او الدور الاولاني. كان الموضوع عباره عن تقريبا 6 شاليهات ارضي 6 شاليهات
شاليهات فوق، واحنا كنا ساكنين في الدور اللي فوق. كان الشاليه تقريبا رقم 12 حاجه، 12000 حاجه على ما اتذكر يعني. كنا الشاليه كان طالع على الشارع بره، كان في اتوبيس هو اللي اصلا بياخدك بينقلك حوالين المصيف. اما الشاليه من جوه ففي بلكونه بتبص على بيسين مشترك لعدد كبير من العمارات، يكاد يكون مثلا 6 7 8 عماير، كل 8 عماير ليها بيسين او حاجه زي كده. كان بيسين كبير الى حد ما. ومن هنا برضك عايز تتخيل البيسين كان عباره عن ايه. فانا بنتخيل ان الشاليه اهو، ده الشاليه كده، دي البوابه بتاعت الشاليه. انت بتخش جوه البوابه، وبعد ما تخش جوه خلاص تكمل قدام في بلكونه. البلكونه دي بتبص بره، البلكونه بره على البيسين. ركز في الحته دي، بيسين بيطل على البلكونه والبلكونه بتطل على البيسين. المهم كانش في حاجه غريبه من اي نوع لحد ما وصلنا لليوم الثاني، ودي كانت تعتبر علامه الى حد ما. العلامه كانت يا باشا ان العبد لله كان بيعوم في البيسين. وطبعا انا ما بعرفش اعوم، هو اصلا البيسين يعني انت بتنزل رجلك واصله للبيسين، وكان في حته معينه بتنزل تحت شويه يعني بتنزلك تحت. وانت طبعا وانت 10 سنين انت طولك بتاع متر 50 متر حاجه و50 حاجه زي كده يعني. وانت لما بتنزل انت البلاط بتاع البيسين ومستوى الميه مخليك عارف تقف عليه، وبالتالي انت مش مضطر ان انت تعوم. ولكن على الجانب الاخر انت معاك ناس عايزين برضه ينزلوا في البيسين، وبحكم ان انت كنت عباره عن 10 سنين 7 سنين سنتين 6 اشهر، فمن المنطق ان ال6 اشهر ده خلاص انتوا الابلكاش مش هيقف معانا. بالمنطق ان انت ال10 سنين وال7 سنين حتى السنتين مالوش حتى يعني، فاهم يعني الطفل عندها سنتين اكيد مش هتنزل تعوم الا على السلم بتاع البيسين، مش اكتر ولا اقل يعني. باختصار شديد عزيزي، كل اللي حصل ان انا كنت بعوم على طرف البيسين، وفجاه من حيث لا تحتسب بنت خالتي قررت ان هي تعمل دبل سبلاش في الميه. نزلت طبعا، هي طبعا عندها سنتين، فهي نازله في الميه مش عارفه هي نازله رايحه فين. والعبد لله يعني انقذها بشكل غريب جدا، ان هو يعني نازل. وطبعا انا ما بعرفش اعوم زي ما بقول لك، فنزلت طبعا ضبشت باي شكل من الاشكال، حاولت اشيلها بقدر المستطاع. طبعا والدي لحق الموقف، شالها وحطها من فوق البيسين. كانت هي احق وعماله بقى كح وميه وبتاع، وانا الناحيه الثانيه مش فاهم اي حاجه. ولقينا فجاه كده ان في بني ادم كان هيغرق، عشان ان هو قرر يعمل حركه متخلفه ان هو ينزل في الميه دايركتلي. والدنيا اصلا كان العمق بتاع الميه اللي هي كانت نازله فيه بالنسبه لها كان يكون ان هي تقريبا متر او اقل من متر كمان. نزلت تحت خالص، كان ممكن لو سيبناها بقليله بقليلتين كان خلاص تصبح على خير وانت من اهله. انا عايزك تتخيل عزيزي المشاهد ان في طفل عنده 10 سنين بينقذ طفله عندها سنتين من الغرق. جينا على اليوم الثالث، ومن هنا ننتقل الى الحدث الجلل اللي انا عمال افرش له من بدايه الفيديو. طبعا عشان انت تروح للبيسين انت زي ما انا بقول لك 10 سنين 7 سنين سنتين 6 اشهر، ف6 اشهر كده كده قاعد في البيت مش مشكله. انت 10 سنين و7 سنين، فانت عندك يعني الى حد ما قدر من المسؤوليه يخليك ان انت تنزل لوحدك ومعاك اخوك. احنا رحنا بيسين تقريبا 3 مرات، مرتين الصبح ومره بالليل حاجه زي كده. المره بالليل دي كنا يا دوبك قاعدين وخلاص مش مشكله يعني، ومرتين الصبح اللي هو ده اللي احنا نزلنا فيها. مره فيها كانت الوليه هتغرق، والمره الثانيه احنا قعدنا عادي وما كانش في اي حاجه مشكله بتحصل يعني. فكنا بنروح مع مين؟ كنا بنروح مع بعض، احنا السبعه كنا بنروح مع بعض. احنا السبعه، ركز في الحته دي، احنا السبعه نروح مع بعض، مش انا واخويا، احنا السبعه بنروح مع بعض. بنخلص ينشفونا، نقعد شويه بتاع، نطلع على الشاليه، خلصت، نتغدى، ننام، نصحى، وهلم جر. المره دي انا قررت بقول لك يا ماما انا حابب ان انا واخويا كده مسؤولين عن نفسنا ننزل للبسين بنفسنا. طبعا برضو عشان تكون فاهم، هو البلكونه مش بتطل على البسين دايركتلي، لا هو الموضوع في مسافه، يعني مسافه تقارب الكام مثلا 30 متر او 40 متر مشي مثلا حاجه زي كده، انت بتمشيهم يعني المسافه مش صغيره. وانا واخويا كنا نازلين طبعا الموضوع عادي يعني مفيش مشكله. انا واخويا المسافه يعني كده، مسافه كده، انت مش راح كده ولا كده، مسافه كده. فباختصار شديد قمنا واخدين معانا فوطين، الشباشب الكروكس، الموضوع تمام جدا. نزلنا قعدنا هناك الى ما يقارب الربع ساعه، يمكن تلت ساعه، نص ساعه. كنا خلاص زهقنا بوشنا، حبينا ان احنا ناكل، جعانين ما فطرناش تقريبا، كنا لسه يا دوبك صاحيين وبتاع. قلنا خلاص يلا يا باشا يلا بينا هنمشي نتكل على الله، نطلع على الشاليه فوق ونشوف هننام بقى ولا هنعمل ايه بقى نقضي اليوم. ركز معايا، طلعنا من البسين، نشفنا نفسنا، رجاله مسؤولين ماشيين عادي جدا، كروكسات وبالفوط بتاعتنا ومش عارف ايه. في حته ظريفه لازم تكون فاهمها، احنا اطفال، بالتالي انت نازل عادي ومش بمايو، نازل عادي ومش بمايو، احنا اطفال 10 سنين 7 سنين، فانت نازل عادي مش بمايو تمام، بوكسر شرعي، وطالعين خلاص. هو كده يعني البسين انت بتنزل له، يعني بتنزل له لحد ما، هو مش نازله لا هو نازله كده وزحليقه كده تمام. فانت طالع، واحنا طالعين ركز معايا عشان يا نهار ابيض على الضحك. وانا طالعين، انا طالع معايا اخويا، ابويا وامي واقفين في البلكونه، طالعين قدام وانا هنا واخويا هنا، واحنا رايحين فوق. انا باصص كده
تمام. وبرضه اللي فيه تفصيله لازم تكون فاهمها، العماير الفرق بينها هو طريق. العماير لو انت بتتكلم ادي عماره، ادي 2، ادي 3، ادي 4، اللي بيفرقها هو طريق ده اللي بتنزل له اصلا البسين. كل عمارتين الفرق ما بينهم طريق، ده اللي بتنزل له البسين. فالعماره بتاعتنا وانا طالع من البسين هي شمال. ركز معايا بالله عليك، بالله عليك سيب اي حاجه في ايدك دلوقتي، ركز معايا. احنا طالعين تمام، فاحنا طالعين ده طريق اهو، طريق يمين يوديك عماير، وطريق شمال يوديك عماير تانية. ده طريق وده طريق. العمارة بتاعتنا اللي فيها الشاليه ناحية الشمال واحنا طالعين، العماير اللي ما فيهاش الشاليه ناحية اليمين ما فيهاش. تمام يا بابا يا ماما، ها عملتوا ايه يا حبايبي؟ طب بسطتوا؟ تمام مش اوكي. طب ماشي اطلعوا بقى يلا، ده الغدا جاهز وبتاع، ولا الفطار جاهز، ولا ايا كان الطفح اللي كنا هندفعه، وقمنا خلاص ماشيين كده. فحصل بقى اللحظه الفارقه، سلمنا عليهم وخلاص هنطلع يعني هم مستنييننا، هم خلاص احنا دقيقه او دقيقتين نكون قدام. فايه اللي حصل بقى؟ انا وقفت مع اخويا كده فكرت يمين ولا شمال. اقسم بالله العلي العظيم ده اللي حصل والله، ودي ما زيادات. طفل عنده 10 سنين بيسال اخوه الصغير 7 سنين يمين ولا شمال، وانا شرحت لك كل الزوايا فهي ما فيهاش. ناحيه الشمال الشاليه اهو، يمين ما لناش علاقه بيه، ما رحناهوش في حياتنا. اخويا 7 سنين اللي اصغر مني قال لي شمال بالمنطق، فانا قررت الوهله انه لا احنا مش شمال احنا يمين. لان انت لو جيت تبص انت اصلا كنت باصص ناحيه الشمال، فانت لو كده عجزت زاويه جسمك انت اصلا هتبقى ناحيه اليمين، وبالتالي وانت نازل يمينك هو الشاليه مش شمالك. او انت كنت ممكن تكون باصص ار2، فاهم يعني؟ انت باصص كده او باصص كده مثلا، تمام؟ يعني انت كنت ماشي عاكس جسمك مثلا، او ممكن كنت باصص كده، يعني في زاويه معينه انا كنت باصص بيها، فخلاني اعتقد ان الشمال هو بالنسبه لي يمين، هو الناحيه الثانيه. عبيط ولا ايه؟ هو احنا شمال مش يمين. اقول له لا احنا يمين اسمع مني. واخويا يا عيني هو مسلوب الاراده الى حد ما، يعني هو برضك مش هيلاقي اخوك كبير بيقول له روح شمال ويقول لك بيروح يمين قصدي، يقول لك لا يعني هنروح شمال وغصب عنك، ويروح هو وانا اروح وهو يروح، اكيد مش منطقي. مش هيسيبني وانا عندي 10، اذا كنت انا اصلا ما اقدرش ان انا لو عندي اخ كبير اسيبه، هو هيسيبني؟ اتكلنا على الله رحنا ناحيه اليمين. فبعد ما رحنا ناحيه اليمين باختصار شديد احنا طلعنا تمام. انا عارف ان اصل خلي بالك اخوك ذكي برضه، طلعنا الدور الثاني مش الدور الاولاني، ما ده اللي كان ناقص بقى، ان انا ارن على شقه الدور الاولاني. اصلا نيت علشان الدور الثاني تين ايه محدش بيفتح ليه لمده 3 دقايق، مفيش حد بيفتح. قلت ممكن اكون ناسي مثلا ولا حاجه، ناسي مكان الشاليه، ناسي الرقم بتاعه مش عارف ايه. فنكمل قدام، رحنا العماره اللي بعدها تين صوت الجرس مختلف عن الصوت اللي انا بسمعه، ما انا مش اول مره اطلع البيت، سمعت صوت الجرس قبل كده وصوت الجرس مختلف. ايوه غيروا الجرس، يمكن حد قاعد لان الجرس اتحرق لحقوا يغيروه في وسط ما احنا كنا بنتكلم معاهم، وقاموا مغيرين الجرس والزرار كمان بالمره، وقعدوا بقى تن والدنيا تمام الجرس اتغير. فانا مش ملاحظ، فعادي مش مشكله. وسبحان الله عشان زي ما بقول لك الموضوع كان يا دوبك قيد الانشاء، فشبه العماير دي اصلا كانت فاضيه والشاليات ما كانش فيها ناس كتير، فانا كنت عمال ارن على ناس مش موجوده اساسا، وبالتالي ما حدش فتح. كملنا قدام تن وفضلنا على هذا الحال ما يقارب الربع ساعه عمالين نرن على عماير في الدور الثاني، ونبعد بعد اكبر بكتير من المكان اللي احنا كنا اصلا موجودين فيه. وعايزك بس بقى ايه تاخد بقى زاوية تانية من الجانب الاخر، وتعرف قد ايه قرار متخلف من العبد لله مخلي 3 متوليين مسؤوليتك بالكامل عمالين يدوروا عليك، وانت زي اللهبل باللباس، انت واخوك ماشيين في الشارع مش عارفين ترجعوا ازاي. فوالدي الناحية التانية بدأ يسأل العمال، والدتي هي واختها عمالين برضو يدوروا الناحية التانية، عمالين يدوروا في حتت كتير، وكانت الدنيا مش فاهمين حاجة، الناس كانوا خلاص طالعين. فمن المنطق ان انت في حاجه زي كده تقول ايه هوبا ده اتخطف، طبيعي جدا ان انت تقول حاجه زي كده، ده بالمنطق يعني هوبا ده اتخطف، اكيد يعني مش فجاه قررنا ان احنا عايزين نقضي شويه في المسافه اللي ما بيننا احنا والشاليه. فانا الناحيه الثانيه عمال ارن على عماير مش موجوده، عماير الناس مختفيه، يعني مفيش حد جوه، ومحدش بيفتح، وانا مش قادر افهم فاهم، ومش قادر اتخلى عن كبريائي اللي خلاني اقول ان احنا نروح يمين، واخويا الناحيه الثانيه عمال مش قادر يفهم حاجه. بس هو زي ما قلت لك هو شبه مسلوب الاراده وماشي وراك كاخوك كبير. كل ما الوقت بيعدي كل ما الامر يثبت ان احنا شبه اختطفنا خلاص، وفي راجل خلاص حملنا على العربيه نقل، ويلا بينا يا شباب هننزلكم ان شاء الله في سوق السيده زينب تبيعوا معانا سمك وجمبري، او مثلا نوديكم مثلا شويه عماير تنظفوا وتغسلوا وتمسحوا. ففي لحظه من اللحظات بعد ما عدى اكتر من ربع ساعه هم عمالين يدوروا علينا ومش لاقينا طبعا، لان يعني انا اكيد مش موجود. الناحيه الثانيه عمالين نرن على عماير ونبعد اكتر فاكتر،
قررت الوهله ان انا ارجع لصوابي الحمد لله، وان ربنا يهديني ان اخيرا الطريق اللي احنا ماشيين فيه هو الطريق الغلط، وان احنا المفروض نرجع مع كسر كبير جدا للكبرياء والكرامه، لان احنا ماشيين في الشارع لمده تلت ساعه بالبوكسر عمالين ندور على حاجه مش موجوده. والحمد لله ان احنا ما عدناش نبعد بشكل كبير، او مثلا ان احنا قعدنا يعني ناخد طرق ولا حاجه، هو كان طريق مستقيم وان واي عمالين نمشي فيه، وقمنا راجعين ادراجنا عادي جدا ورجعنا وبتاع، وانا عمال اعيط على حاجه متخلفه انا اللي عملتها. بس طبعا انا يعني فاهم اللي هو يعني انا مش فاهم حاجه، فاهم؟ انا واحد توهتنا بالعافيه يعني. انا كنت خلاص على وشك ان احنا نطلع دقيقتين او دقيقه واحده، كنا خلاص في الشاليه، ولسبب ما قررت اخليهم تلت ساعه وربع ساعه. طبعا بعد هذه اللحظه وهذا الموقف يعني قررنا خلاص باشا، انت لو هتنزل بسين ما تنزلش لوحدك، تمام؟ ولا معانا، انت مش هتنزل خالص. اخرك يا باشا لو عايز تعوم في البانيو، لو ما فيش بانيو هو الدش، وحتى بص ما تقربش للحوض. بعد ما خلصنا الحمد لله دي يوم الكئيب ده، خلصنا دخلنا على رابع يوم. ننزل بيسين يا ماما، كنت هضرب بالنار بس الحمد لله يعني ربنا ستر. وبعد كده قمنا ماشيين خلاص بقى، كل واحد بقى راح لحاله. خالتي بقى راحت بقى بعيالها اللي ما كانوش فاهمين حاجه، واحنا الناحيه الثانيه الحمد لله وصلنا البيت بعافيه وبسلامه. وعايزك برضو عشان تكون متاكد الموقف ده تسرش على مسلسل اسمه ذهاب وعوده. المسلسل ده كان بطوله الفنان القدير صاحب فرط الحركه احمد السقا، كان وقتها عنده ابن اسمه ياسين، هو وريهام حاجه ما اعرفش اسمها ايه، عنده ابن اسمه ياسين تاه في المول سبحان الله في نفس السنه والله العظيم في نفس السنه اللي احنا تونا فيها ده اللي حصل. طبعا كانت خالتي وقتها بتكلم امي وش ومسلسل وبتاع، ومن الناحيه الثانيه فبس كده. ده باختصار شديد كان الموقف اللي حصل. هو عباره عن موقف بيعلمك ان انت مهما كنت صغير انت حمار، مهما كنت كبير انت حمار. انا اللي حمار. اعملوا لايك لهذا الموقف، خلينا نوصل ان شاء الله القصه دي الى 300 لايك 400 لايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك. عايزين نوصل ان شاء الله 50,000 مشترك. صوم المقبول من افطار شهير لو انتوا صايم، او حتى كمان فاطر ايا كان يعني مش فارقه. بس كده اشوفكم في وقت تاني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.